مكتبة الأحاديث النبوية مكتبة عظيمة، والحديث اللي معانا النهاردة بيتحدث في معنى إن أنت لو أنت ناوي تتصدق وحد منعك أو حد أخذ منك فلوس الصدقة أو حد قال لك ما تتصدقش، ما دام في نيتك تتصدق ربنا يتقبلها منك. والإنسان اللي منعك من الصدقة هيحمل وزرك ووزر اللي كان رايح له الصدقة كمان، لأن أنت ما منعتش الصدقة، أنت منعت لقمة هتخش ببق جائع، منعت حقنة هتروح لإنسان مريض ممكن تنقذ حياته، منعت شريط برشام لإنسان بيتألم. عن أبي يزيد معني ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهما، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فآتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، أنا ما كنتش عايز كده يا معن، أنا كنت عاوز أتصدق، ما إياك أردت. فخصمته إلى رسول الله، فاشتكيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حبيبي محمد: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. كنت عاوز تتصدق يا يزيد، ربنا تقبلها منك وكتبها لك صدقة، وأنت يا معن حملت الوزر وحملت وزر من كان ستذهب إليه الصدقة لتعنهم على الحياة، لتعنهم على العيشة، لتعين إنسان على الطعام. فما تمنعش صدقة. لما تلاقي حد بيعمل صدقة أو راح يودي يعمل خير لإنسان، ما تمنعوش، ما تقفش في طريقه، ما تقولوش لا ده ما يستاهلش الصدقة، ده إنسان فيه وإنسان عليه، ده إنسان سيء، ده إنسان بيشتغل، ده بيقبض معاش، ده مش عارف أبوه غني، ده عنده فدادين، ده عنده عربية، بس ما أنت ما دخلتش في جوه عيشة الناس. سيدك النبي بيقول لك ما تمنعش الخير اللي رايح للناس، ما تبصش للخير اللي رايح للناس، لأن أنت أصلا لو منعت الصدقة هتتكتب لصاحبها صدقة، فما تمنعهاش. أنت المفروض تعين الإنسان اللي بيتصدق والإنسان اللي بيزكي، تعينه وتشجعه وتقويه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخيرا وليس آخرا، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش آخر ومعناها كبير. يا رب قدرني أن أقرأها وأفهمها وأتعلمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.